قُلنا إن الإيمان بالله لازم يتبعه إيمان بالملائكة والكتب والرسل. طيب لمّا أنا هأؤمن بالملائكة وبالكتب وبالرسل، يعني أنا مؤمن بالمسيحية ومؤمن باليهودية، مؤمن بسيدنا إبراهيم وموسى وعيسى، مؤمن بالإنجيل وبالتوراة، يبقى إيه الفرق بيني وبين المسيحية؟ يعني أنا دلوقتي مؤمن بالإنجيل، ليه ما باخدش الكلام اللي موجود في الإنجيل وأطبّقه؟ لازم نفهم حاجة مهمة جدًا. الكتب اللي موجودة الآن، العهد القديم والعهد الجديد، ليسوا هم الإنجيل ولا التوراة. ده مش كلامي، ده كلام المسيحيين واليهود نفسهم. ولو أنت درست علم اللاهوت أو علم الكتاب المقدس أو سألت أي قسيس أو أي عالم، مش أبدًا، أبدًا، أبدًا مش هيقول لك إن العهد الجديد أو العهد القديم ده كلام ربنا خالص. بالعكس، العهد القديم، يعني دايمًا يقولوا العهد الجديد والعهد القديم دول ليسوا كلام الله، هم كلام عن الله. تفرق كتير أوي. القرآن إحنا بنقول ده كلام ربنا، كلام الله سبحانه وتعالى. أمّا العهد القديم والعهد الجديد هو كلام عن الله سبحانه وتعالى. إزاي؟ العهد القديم فيه 10% تقريبًا كلام منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. تلاقي مكتوب قال الرب كذا، كذا، أو قال الله كذا، كذا. طيب وبقية الكلام 90% هو إيه؟ هو حكايات عن الأنبياء، حكايات عن سيدنا موسى، عن بني إسرائيل، روايات وتفسيرات، الحاخامات، وكلام منسوب ل قديسين أو ل حواريين أو أصحاب سيدنا موسى، وأبدًا ما بيقولوش ده كلام الرب. تمام؟ والأخطر من التوراة التلمود. العهد القديم الأخطر منه التلمود. التلمود هو 100% كلام الحاخامات، فقه، يعني كلام الحاخامات. تيجي في العهد الجديد حوالي 10% برضه منسوبين للمسيح، يكاد يكون لا يوجد أي كلام مذكور عن الله، قال الرب كذا أو قال الله كذا أو قال الآب زي ما بيقولوا بعض الترجمات، الرب يترجموها الآب. ما فيش إلا يمكن جملة أو جملتين، وكل الكلام حاجات تانية. 10% كلام المسيح، قال المسيح كذا، وحتى بتتكتب أحيانًا في بعض نسخ الإنجيل باللون الأحمر، و90% هي تفسيرات وحكايات من الحواريين والقديسين، ورسائل من بولس، و مثلًا كلام لوقا، وناس يمكن ما قابلتش المسيح لكنها حكايات عن المسيح. زي ما بنقول كده عشان نقرّب الصورة، كتب السيرة وكتب الروايات اللي بتروي عن إن الرسول عمل كذا أو إن الصحابة عملوا كذا. ده هو العهد الجديد. 10% بس منسوب إلى المسيح. تمام؟ وأغلبية الكلام المنسوب إلى المسيح لمّا تقراه هتلاقيه بيأكد إن المسيح نبي. طيب اليهودية إيه مشكلتها؟ اليهودية أخدت الآيات اللي ربنا قالها، اللي هو فضّل بني إسرائيل على العالمين، وإن هو أمرهم بإن هم يطهّروا الأرض وإن هم يقيموا الدين، وفصّلتها تفصيلًا عليهم هم، كأن هذا التفضيل عرقي خاص ببني إسرائيل وليس خاص بالمؤمنين. يعني القرآن بيقول إيه، إن هو كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الإيمان والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خليك خير أمة. نفس الكلام ده اتقال لبني إسرائيل، أنتم خير أمة، أنتم اللي بتعبدوا ربنا، أنتم اللي ربنا اختاركم وخصكم بالنبوة، بعث فيكم أنبياء. المفروض إيه؟ التفضيل ده مبني على إيه؟ مبني على الإيمان. لو تركوا الإيمان يبقى أصبحوا غير مفضلين، وده اللي ربنا قاله لنا في القرآن. حكى لنا قصص بني إسرائيل مش عشان نكون قدوة، عشان يكونوا عبرة، عشان نشوف إزاي ممكن ربنا يفضل ناس ويديهم الإيمان ويديهم النبوة ويديهم العقيدة، وبعدين هم يفرطوا فيها ويحرفوها. هم أخدوا الكلام وفصلوه عليهم وخلوه تفضيل عرقي لبني إسرائيل، إن هو ده شعب الله المختار وهو دول المفضلين على الناس كلها. تمام؟ وأخدوا الآيات اللي بتتكلم عن تطهير الأرض المقدسة من العماليق أو من الكفار، وطبقوها على جميع الشعوب، إن أنا من حقي أقتل أي حد يقف في سكتي. وده كلام التلمود. التلمود زي ما قلنا 100% كلام الحاخامات، ليس له أي علاقة بالتوراة أو بكلام سيدنا موسى أو الأنبياء. طيب، فده الخلاف الحقيقي مع اليهودية. طب الخلاف الحقيقي مع المسيحية إيه؟ المسيحية زي ما قلنا العهد الجديد في معظمه كلام القديسين،
وأخطر حاجة في الكلام ده هو رسايل بولس. بولس بيسموه بولس الرسول. بولس الرسول هو تقريبًا مؤلف 50% من العهد الجديد. يعني كتب اللي إحنا بنقول عليها كتب الإنجيل، ده مش الإنجيل، 50% منها مين اللي مألفه؟ بولس. طيب بولس ده قابل المسيح؟ لأ. بولس ده كان يهودي روماني، كان بيحارب المسيحية وبيضطهد المسيحيين، وبعدين بعد ما المسيح رُفع أو زي ما هو بيقولوا صُلب، ادعى إن هو شاف رؤية، شاف المسيح كده ظهر له وأخبره بحاجات جديدة عن الدين. من أول بقى خلّي بالك، يعني بيعتبر بولس ده هو المؤسس الحقيقي للديانة المسيحية اللي موجودة حاليًا. كل فكرة من أول إن عيسى مسيح لكل البشر وليس لبني إسرائيل، لإن هو ألّه المسيح وقال عليه إن هو ابن الإله وإن هو إله، وإن هو آآ وإن هو صُلب وبعدين قام، وفكرة الخطيئة الكبرى، وفكرة إن أنا لازم أقبل المسيح، وإن مش لازم ألتزم بالشريعة ولا وإن أنا آكل خنزير عادي، والختان مش مهم، وكل تعاليم اليهودية وكل تعاليم الشريعة مش مهم، المهم إنك تقبل المسيح خلاص أنت كده غُفر لك كل شيء. وفكرة الخطيئة الكبرى الoriginal sin، وفكرة كل الكلام ده والتبشير كل الأفكار بتاعة المسيحية حاليًا، تمام، ودم المسيح اللي بيطهّر، كل الكلام ده هو كلام بولس الرسول، اللي هو في الحقيقة لم يرى المسيح تمامًا، بل ما كانش بيتحدث الأرامية اللي هي لغة المسيح. والراجل ده كمان اضطهد أو اختلف يعني عقائديًا وحارب الحواريين، الناس اللي كانت باقية من الحواريين، يعقوب وبطرس كان بيحاربهم. بس المشكلة إن هذا الرجل كان خطيب مفوه ومثقف جدًا، بيكتب الرسايل للرومانيين، بعت رسايل لأوروبا، أسس الكنايس بتاعة روما وأوروبا، وهو ده الدين اللي تقبله الأوروبيين وتقبله الرومانيين، ويعني لاقى رواجًا زي ما بيقولوا. والدين الحقيقي، التوحيد الحقيقي اتدمر لمّا الحواريين قُتلوا في سنة 70 ميلاديًا، لمّا الرومان دخلوا القدس ودمروها وشتتوا الحواريين والقديسين أو قتلوهم. فنتيجة بقى الخلط اللي موجود ده الكلام اللي هو أُقحم في الكتاب المقدس بالعافية من ناس في غالبيتها لم ترى المسيح أصلًا، بل ألّفت كلام، ونتيجة اختلاف الترجمات بقى من الأرامية لليونانية للإنجليزية، كلمة أبناء الله وابن الله دي يعني هتلاقي موجودة كتير، بسبب من أسباب الخلط اللي حصل. كل ده غير اللي موجود في القرآن. القرآن ربنا عصمه من التغيير. القرآن كلام الله نصًا وحرفًا، حتى يختلف عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني لكن ده حديث، تلاقي فيه أسلوب القرآن حاجة، وأسلوب الحديث حاجة تانية، وأسلوب الحديث القدسي حاجة تانية، والروايات اللي هي بتروي سيرة وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم حاجة تانية، يبقى في اختلاف. القرآن كلام الله نصًا، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه، إحنا بنصدق إن كان في إنجيل وكان في توراة، ومنهم يكون في بقايا بسيطة جدًا موجودة في وسط العهد القديم والعهد الجديد، والقرآن يقول لنا إيه الصح فيهم وإيه الغلط فيهم، تفصيل القرآن بيقول لك ده الصح وده الغلط، تمام، تفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ربنا يوصف قال: "ما كان حديثًا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون." فهو ده الفرق ما بين العقيدة الإسلامية، إن أنا عندي القرآن محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الرسالة أو هذا الكتاب هو لكل البشر، لكل الأزمان، فيجب ما فيش نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، فيجب أن يحفظ هذا الكتاب، فربنا حفظه بنفسه، وأن هذا كلام الله نصًا وحرفًا اللي موجود ما بين إيدينا، رسالة من الخالق للمخلوقات، تختلف عن أي كتب سابقة. نؤمن بالإنجيل، نؤمن بالتوراة، نؤمن إن كل الأنبياء جُم ودعوا الناس للتوحيد وإلى تقوى الله، لكن الشريعة المحفوظة حتى الآن والعقيدة المحفوظة حتى الآن بدون أي تحريف وبدون أي تبديل، والرسالة الخاتمة اللي ربنا سبحانه وتعالى حفظها هي رسالة الإسلام، رسالة القرآن اللي بين إيدينا الآن بالحرف وبالنص.